السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعرف بقى شوية معلومات كده مع بعض عن الفراخ الفيومي أو الفراخ الرز الذهبي. في ناس بتسميها كده وفي ناس بتسميها كده. طب الفراخ دي بتمتاز بإيه؟ تعالى بقى أقولك الفراخ دي بتمتاز بإيه. أول حاجة الفراخ دي لما نيجي نبص عليها بسم الله ما شاء الله، كلحم هي بسم الله ما شاء الله حاجة ممتازة. تمام. ده بالنسبة كلحم، يعني هي بتشيل معايا لحم كويس ان انا ممكن بعد كده عايز اوضحها لك كده. هي بسم الله ما شاء الله ده صدر الفرخة. تمام ماشي. فهي بسم الله ما شاء الله كفكرة انها تشيل لحم هي كويسة، يعني احسن كمان من الفراخ البلدي العادية خالص. طيب كإنتاج بيض هي ما شاء الله برضه في إنتاج البيض أفضل كمان من الرزي اللي هي الفضي أو الفيومي اللي هو الفضي. هما السلالتين دول اللي هي مثلا زي كده، يعني انت بص مثلا دي مش فيومي فضي بيور، يعني هي برضه هجينة، ولكن انا بقرب لك بس اللي هي تبقى ايه، تبقى زي كده بس الابيض بتاعها بيبقى اكتر. طبعا الفضي بتشيل لحم اكتر شوية من الذهبي، بس الفرق اللي هو فرق مش كبير يعني. دي بتمتاز من انتاجها في البيض، بيبقى ما شاء الله غزير عن التانية. ثانيا تاكل اي حاجة عندك في البيت، اي حاجة انت هتديها لها في البيت هي ما شاء الله بتاكلها، ما بتقولش لا من اكل البيت. طبعا بتتحمل درجات الحرارة المختلفة سواء في الشتاء في الصيف، بس طبعا الكلام ده مش في الاعمار الاولى يعني ككتكوت يعني. برضو كذلك عندك مناعتها ما شاء الله كويسة برضو. دي برضو حاجات برضو مهمة بالنسبة للتربية البيتي. برضو الناس بقى الكبيرة في السن بقى اللي على قديم وهتعرف موضوع اللي هو ايه الفرخة اللي بيبقى رجلها غامقة. كان زمان كده يقولك ايه الفرخة اللي رجلها غامقة دي، هي دي الفراخ الايه البلدي. تمام اهو الرجل هي الغامقة. فطبعا الفراخ دي فراخ جيدة جدا بالنسبة للتربية المنزلي سواء للبيض او للحم. هتحمل معاك حرارة، تحمل معاك يعني بص معاك في كل حاجة بقى، اكل بيت تمام، مناعة ما شاء الله كويسة. حتى لو حد يعني لسه مش قوي في التربية وعايز يتعلم، انصحه ان هو يجيب الفراخ ديت يتعلم فيها، حتى ولو كتاكيت يتعلم فيهم هتفرق معاه كتير. اشوفكم في فيديوهات جديدة، سلام.